اللي قدامنا ده المعلم حسن السباك، بس احنا شغلناه في الرخام. والمعلم احمد سلامه. شايف يا عباس؟ احمد سلامه اهو. مرحب بكم مرة تانية في أسرار عالم الرخام والجرانيت. الحوض اللي قدامنا ده حوض حمام ورف. الحوض الحمام صيني راكب من تحت الرخامة ومتقفل كويس جدا، بحيث ان هو عمره ما يفك ان شاء الله نهائي ابدا يعني. وده رخام قرارة ايطالي، رخام قرارة ايطالي. الحوض طبعا تقيل ومعمول له ستارة 20 سنتي نازلة لتحت، والرف برضو معمول له ستارة بس 7 سنتي بس. فلازم الكلام ده يركب على زاوية حديد، يعني متركب له زاويات حديد في الحيطة وراكب عليها. طبعا الزاوية لازم تكون داخلة شوية اكتر في الحيطة وتكون متينة جدا علشان الحوض تقيل، والحوض نفسه داخل في الحيط 3 سنتي، والستارة اللي هي الجناب بتاعته لازم برضو تدخل في الحيط، لان في ناس كتير لما بتيجي تعمل الستارة ما بتدخلهاش في الحيط، بيقطع الستارة ويدخل الرخامة من ورا. لا، الستارة دي لما تحفر لها في الحيط وتبيتها، الستارة اللي هنا والستارة اللي الناحية التانية يباتوا في الحيط، بيبقوا عاملين زي الكوابيل، كأن هو كابولي يمين وكابولي شمال، بيبقوا ماسكين القطعة جامد جدا. زائد الزاويتين الحديد، وممكن تعمل 3 زاويات حديد. احنا هنا عاملين زاويتين تحت الرف وزاويتين تحت الحوض علشان يشيلوا الوزن التقيل ده. ولازم اسمنت ابيض، بس انا بنبه على الاسمنت الابيض، خلي بالكم، لان في اسمنت مغشوش لما بيتعمل بيبقى عامل زي التراب، يعني بعد ما ينشف وتيجي تفركه بايدك تلاقيه بيتفرك وكأنه هو بودرة، هو عليه بودرة ولا ايه مش فاهم بالظبط. يعني في اسمنت بيبقى كده وبوظ شغل كتير لناس الاسمنت ده. ما ينشف ومهما يعيش تلاقيه بيفرك وضعيف جدا. خلي بالكم من موضوع الاسمنت ده. هناخد رأي المهندسة صاحبة الشقة في الحوض وفي الشغل كده ونشوف رأيها ايه. باشمهندسة ادينا بقى رأي حضرتك في الشغل كده بعد ما اتشطب وخلص. الله ينور عليكم يا جماعة، شغل جميل، تسلم ايديكم يا رب. المواعيد بقى اللي انتوا تعبتونا فيها. انت اللي تعبتنا في المواعيد. لا اوعي، محدش هيصدق، محدش هيصدق. لا المواعيد تمام الحمد لله، والحمد لله خلصنا اهو. هل لديك أقوال أخرى؟ هتعقمي بأي حاجة تانية؟ بفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.